السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ من آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا بخير وكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم إن شاء الله. النهاردة وصفتنا وصفة حلوة وهي حلاوة المولد. كل سنة وانتم طيبين، خلاص مولد النبي قرب. اسفه. ف يلا نعمل بقى ايه حلاوه المولد في البيت ونوفر كده وتبقى الحاجه حلوه ونضيفه وطازه، ما تبقاش معانا كده ليها طعم او ريحه معينه كده من الركنه او من السنه اللي فاتت. في ناس ما عندهاش ضمير فبتعملها بتبيعها على كده. بصوا بقى الطراوه والهشه وبسر معلقه واحده بس. تعالوا بقى نقول لكم هنعمل ايه. قبل ما ابتدي في الوصفه بتاعتنا خالص لازم اجيب كده الصينيه بتاعتي مدورة مربعة، ما فيش مشكلة معانا، ونجيب كيس سندوتشات كده يا حبايبي ونفتحه وندهنه بالزيت. لازم كل حاجة ندهنها بالزيت، حتى الفرادة اللي عندي دي افردها برضو ادهنها بالزيت. والسكينة اللي هقطع بيها برضو بالزيت. خلاص انا جهزت الحاجة كده وهبتدي اعمل الوصفة بتاعتي. هنا عندي كوباية او مج كبير سكر، واحط من نفس المج ده ربع كوباية مية ومعلقتين عسل كلوكوز ونص ليمونة، طبعا بنشيل البذر بتاعها، وندوب كل دوت على البارد وبعد كده نولع عليه النار. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. عسل الكلوكوز ده لو مش عندك عادي مفيش مشكله، بس عسل الكلوكوز ده بيدي لمعه حلوه كده للوصفه بتاعتنا وبيعقد الشربات اسرع. طيب عسل الجلوكوز ده على فكره هتلاقيه عند اي عطار رخيص مش غالي. البرطمان ده كله اللي انتوا شفتوه بحوالي 30 جنيه. بتعملي بقى بيه كذا وصفه بقى، شربات بقى لاي حاجه، تعملي وصفات كتيره بنحتاج فيه عسل الجلوكوز بيبقى حلو. طبعا انا عندي فانيليا، وعندي بقى السر اللي بيخليها هشة وحلوة. ربع معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم، ماشي، من عند العطار برضو. هنا بقلب بقى كده كويس، وكل شوية بجيب بقى كده طبق فيه مية يا حبايب قلبي، وبعمل اختبار كده للشربات بتاعي. لو الشربات مسك وبقى عامل زي ماسكة كده، يعني مش طرية ناشفة، بيبقى كده خلاص الشربات عندي آه تمام واستوى. طبعا بنعرفه برضو من اللون، هو هنا لسه فاتح. بوريكم اهو اني لسه برضو بعمل كده، يعني بحطها بستنى عليها شويه في ميه ساقعه كده من الحنفيه وبشوفها. لو طريه يبقى لسه، لو ناشفه معايا يبقى خلاص تمام. العسل بتاعي كده جهز وخلاص ابتدي ان انا انزل عليه بالحاجه بتاعتي. بصوا اوريكم انه بصوا طريه لسه. طبعا بتعرفي برضو لما يبقى اللون الذهبي كده الحلو، بيبقى لون الشربات اللون الذهبي بيبقى حلو يا حبايبي. بصوا برضو اهو ابتدى يمسك نفسه. اروح حتى الربع معلقه الكربونات استوديو. ما عندكيش كربونات استوديو احطي اللي هو كيك شيف عادي. هنا بقى اول ما بحط السوداني بتاعي بطفي النار على طول وبسرعة، لان هو بيمسك جدا بسبب الهواء، بيشم الهواء فبيمسك بسرعة. هنا ببتدي احطها بقى في الصينية وابتدي افردها كده. المعلقة ظهر المعلقة فيها زيت عشان بتسهل عليها متمسكش طبعا في العسل بتاع السوداني او السودانية او الفولية. في ناس بيقولوا عليها فولية وفي ناس بيقولوا عليها سودانية، ماشي. وبحط برضو الكيس التاني برضو ببقى دهناه زيت، برضو ببقى مجهزاه وابتدي امشي كده بايدي، يعني اضغط عليه كده بايدي وبرضو بالفرادة كده من على الكيس، او ممكن اشيل الكيس وافرد كده. لما احس ان الدنيا اتمسكت معايا شوية بشيل الكيس وايه وبفرد. وبجيب بقى سكينة المدهونة برضو زيت واقطع التقطيعة اللي انا حباها واللي بتريحني. بس عايزة بقى صوابع مربعات زي ما انا كده عاملاها. في صوابع رفيعة صوابع تخينة. بصوا التشكيلة اللي انتوا عايزينها اعملوها كده. خلاص بسيبها بقى تبرد بعد ما قطعتها، وبسيبها تبرد خالص، وبعمل نفس الكلام بتاع العسل الاولاني بعمله في العسل التاني عشان هنعمل سمسمية. انت برضو ممكن بالطريقة دي تعملي اللي هي الحمصية، او اللي هي برضو المجموعة برضو اللي هي يعني مجموعة مكسرات مشكلة، او لوزية او بندقية، هي نفس الطريقة وتعمليها بنفس الطريقة دي حبايبي. انا بس انا والاولاد بنحب الفولية ونحب السمسمية
من كل يعني الحلويات التانية. ما بحبش يعني الصراحة الحاجات الناشفة او آم، اللي هي اللهم صل على النبي الحمصية الصراحة. هي ما بتحبنيش ولا انا ولا الاولاد. فهنعمل الحاجات اللي بنحبها، انتوا برضو تعملوا الحاجات اللي بتحبوها بنفس الطريقة. والسمسم يكون متحمص وبيبقى متنقي كويس، غير طبعا السودانية. الفول السوداني انت بتجيبيه وخلاص، بتفصفصيه نصين كده وخلاص. اما او ساعات بيجي جاهز من بره كده. اما السمسم لازم تنقيه وتحمصيه، حتى لو جاي كده من بره اديله بس تشويحه كده ايه على النار كده، من غير اي حاجه، من غير اي ماده دهنيه. سخنيها، سخني الطاسه وانزلي عليها، اديها بس تقلبتين كده وخلاص تصفي. هنا برضو العسل جهز معايا. نزلت بالسمسم بعد طبعا انا كنت منقياه و محمصه. برضو نفس النظام، انزل بسرعه. هي عايزه بس سرعه في الحته دي، بتبقي مجهزه الحاجه احسن لك علشان ما تمسكش معاكي وما تعرفيش تتصرفي فيها، لانها بتنشف بسرعه جدا 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 يعني ما شاء الله. طبعا انت لما تعمليها في البيت اوفر وانضف. ما بتاخدش معاكي الا كوبايه سكر وربع كوبايه ميه ومعلقتين عسل الجلوكوز الرطوبه ونص عصره ليمونه وكيس فانيليا. طب في ناس بتحب ماء الزهر او ماء الورد، ميه الورد يعني، بدل الفانيليا. بس يعني اغلب المصريين بيحبوا الصراحه طعم الفانيليا في الحلويات، ولكن الدول العربيه التانية تحياتنا ليكم بيحبوا ماء الزهر او ماء الورد. فزي اخواننا اللي في الجزائر واخواننا اللي في تونس والمغرب، تحية مني ليكم. وطبعا يعني حاجاتكم بسم الله ما شاء الله حاجة كده يعني بتبقى بتعملوها جميلة، أكله جميل جدا بسم الله ما شاء الله. عايزة تبدلي الفانيليا بماء الزهر أو بماء الورد اعمليها برضو مفيش مشكلة، ولكن كل واحد على حسب يعني ذوقه وعلى حسب الطعم اللي هو حابه. كده خلاص كانت نشفت بعد تقريبا نص ساعة أو ساعة، لأن الفولية كنا عاملينها قبل السمسمية. هنا السمسمية كانت مسكت برضو، بس كانت لسه محتاجة ان هي تنشف اكتر، فانا رصيتها كده في الطبق وتنشف كده مع نفسها. طبعا الاولاد اكلوا منها قالوا لي تحفة يا مامو، احلى من بتاعت بره، وطعمها طازة وفريش وجميلة بسم الله ما شاء الله. لو عجبك بقى الوصفة بتاعتي ما تنسيش بقى تحطي لي لايك وشير وكومنت حلو تشجيعا منك ليا، وتشتركي في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.